السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة هنعمل طاجن الرز المعمر الحادق. حلو جدا، هيطلع معاكي تحفة وهتطلع معاكي الرزاية مفرولة ومستوية وطعمها حلو قوي. قبل ما نبدأ لايك وشير وسبسكرايب للقناة. هنجيب هنا طاجن، اهم حاجة يكون سخن معانا واكون مسخنة الفرن كويس. بعد كده هنحط كوبايتين من الرز يكون مغسولين كده ومصفين كده كويس، وهنحط مكعبين كبار من الزبدة. بعد كده هنحط هنا معلقة كبيرة من الملح كده تمام. هتقلبيهم كده كويس، وهنحط معلقة صغيرة من المرقة الفورية هتقلبيها كده كويس. بعد كده هننزل هنا باللبن بتاعنا، لازم يكون سخن، يعني كل كوباية من الرز عليها كوبايتين من اللبن كده تمام. هنقلب الخليط بتاعنا كده كويس. بعد كده هنحط هنا القشطة بتاعتنا، هتوزعيها بالشكل ده في الطاجن. في الوقت ده هكون مسخنه الفرن على درجة حرارة 240. اول ما تاخد كده وش معايا في الشوايه من فوق، بعد كده هنشغل الفرن من تحت وهنسيبها لحد ما تستوي براحتها. وبكده خلاص خلصنا الطاجن بتاعنا، استوى وطعمه حلو جدا. جربوا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم. كمان اللبن بتاعه مظبوط جدا، يعني كل كوبايه من الرز عليها كوبايتين من اللبن، هيطلع معاكي مظبوط والرزايه مستويه تماما. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم. ما تبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الاشتراك علشان توصل لكم اي فيديوهات جديدة هنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.